نفس اليوم انقلبت الدنيا عليه. طبعا النواب صارت ضجه، حتى سلام ما يسلمون عليه، وجامعين تواقيع اريد نسحب عضويته، ما اعرف بها حق يسحبون عضويتي، وكانه هم جابوني مو الناس انتخبتني. كتله الاحرار طلعوا اشتغلوا مزايدات، سووا مؤتمر صحفي قالوا احنا مقدمين، صار لنا سنه. راح المقترح راح للرئيس، همشه مستشار شؤون التشريع، طبعا رحت بحثت ماكو اي شيء من الاحرار ما مقدم. ايش سوى؟ راح لمستشار التشريع وافق، قال لا يوجد مانع دستوري، حاله للجنه القانونيه. ايش سووا الاحرار؟ اكو بعض الكتل عندها شجاعه رفضتها بالصريح، مثل القائمه العراقيه قالوا احنا ضد قضيه الغاء الرواتب التقاعديه، وتحدثوا بصراحه ما عندهم مشكله. الاكراد كذلك، الاكراد رفضوا والعراقيه رفضوا من حيث المبدا، وقالوا هاي دعايه انتخابيه تريد تسويها حنان الفتلاوي لدوله القانون، واضر نفسي انا خسرت تقاعدي حتى اسوي دعايه انتخابيه. ايش سووا الاحرار؟ حتى يعطلوه ما يقدرون يطلعون، هم قالوا احنا يعني اللي متبني بحيله بطريقه بخدعه يوقفوه بطريقه غير مباشره. شلون؟ قالوا احنا هذا ما نمشي. طبعا بالمناسبه ايش سووا؟ انا يوم 14/6 مقدمه الطلب، بهاء العرجي قدم طلب يوم 18/6. زين انتم بهاء العرجي كتله واحده، ايش عجب ما متعاونين يعني؟ لا مو كتله، الاحرار كتله ودوله القانون غير مفهوم كتلة. قصدي تحالف وطني كلكم. الاحرار انا ما تقديري ما ظلوا جزء من التحالف الوطني، المتبنياتهم تماما مختلفه، صاروا جزء من القائمه العراقيه، حليف اساسي للقائمه العراقيه مو إنه. وبالتالي في كل تصويت في كل قضيه هم وياهم. الاحرار رفضوه بطريقه غير مباشره. شلون؟ قالوا احنا ما نمشي هذا المقترح، احنا نريد تقليل رواتب السلطه القضائيه والسلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه والمدراء العامين ومجالس محافظه. طبعا حضرتك تعرف احنا باقي لنا كم شهر، مال انت تقعد تخفض رواتب كل الدوله العراقيه وتوقف، هاي ما تمشي، بالتالي وقفوها بشكل يعني غير مباشر. اثنين، اني مقترح الغاء رواتب تقاعديه مو تقليل، اكو فرق بين التقليل وبين الالغاء. فالان باللجنه القانونيه صار عليه تحايل والتفاف، ناقشوا شكله لجنه فرعيه لدراسته، وهذا الكلام صار راح يصير تقريبا هذا الشهر الثاني له. الى الان ما طلع شيء، انتظر يطلع من اللجنه القانونيه ويعرض، ذاك الوقت اللي ما يريده يقول لا، يصوت لا، واللي يريده يقول ايه. وضحت الصوره. شكرا لك استاذ.